طيب مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. ما معنى؟ يعني لا يرضى بالكفر. وهذه مسألة اعتقادية عندنا، نفرق بين إرادة الله وعلم الله وقدرة الله ورضا الله، كما يقول الإمام اللقاني أيضا معنى كهذا، وكله بيشرح نفس الكلام بعبارات مختلفة. وقدرة إرادة وغايرة أمرا وعلما والرضا كما ثبت. صفة الإرادة، وهذا البيت يشرحها خاص بالإرادة. لماذا اهتم الإمام الأوشي بالإرادة؟ من أكثر الصفات التي اختلفت فيها كلمة المسلمين من الفرق بعد صفة الكلام الإرادة. يعني أول صفة خلافية بين الفرق من أهل القبلة، سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج ومشبهة وهابية، صفة الكلام، تليها مباشرة صفة الإرادة. صفة الإرادة فيها 7 مذاهب غير مذهب أهل السنة. فمنهم من قال صفة قائمة لا في محل، ومنهم من قال إرادته أمره، ومنهم من قال إرادته علمه، وإلى آخره. فالشيخ يبين لنا لا، صفة الإرادة صفة ذاتية قائمة بذات الله يخصص بها الممكنات ببعض الوجوه المتقابلة الجائزة على الممكن. صفة تخصيص، تمام؟ وقد يريد الشيء ويرضاه ويكون راضيا عنه، ويريد الشيء ولا يكون راضيا عنه، وقد يأمر بالشيء ويريده، ويأمر بالشيء ولا يريده، وهكذا. إذن هذا مذهبنا خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقول نفوا صفة الإرادة، جمهورهم نفوا صفة الإرادة، والمذهب المشهور عندهم أنها الأمر، مذهب بعضهم يعني أنها الأمر. يعني إذا أراد الله شيء معناه أنه أمرك بفعله، ثم أنت تخلق بنفسك هذا الفعل إن شئت. لا، عندنا وكما قالوا أيضا في المتون، أظن ده خريدة، وكل أمر كائن أراده. خريدة ده؟ وكل أمر كائن أراده. كل ما تراه مراد، كل ما يكون مراد، لا يتخلف مراد الله. فأشار إلى هذه العقيدة أيضا في بيت كامل، وأشار إلى مذاهب المعتزلة المختلفة التي تصل إلى 7، وأشهرها أنها الأمر الإرادة. وأبطل هذا الكلام، لا، إرادة الله تخصيص، أما أمره فقد يعني يفارق إرادته، ورضاه قد يفارق إرادته. فقد علمت 4 أقسام في الكائنات فاحفظ المقام. وارجع للخريدة تاني. تمام يا سيدي؟